يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك والأتقياء السلام عليك السلام عليك زين
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجد وعظم شانه،
خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائدة المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله العبد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرته رفعته في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنوح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله
والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرض ونفل عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقرب صلى الله عليه وتفيأوا زنان الشرف الأصلي بوده وحبه ما أظهر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بيضة التسوير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا ذاك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت
الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. والصلاة على أحمد خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود. ربنا خير معبود ربنا خير معبود. الله يا الله 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 يا الله
مسعود سعد كل مسعود وجعله المهيمن أصل ما كان موجود أصل ما كان موجود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الصلاة على محمد خير حبيب ومحمود خير حبيب ومحمود وأصل المدد والكون بالله ممدود كون بالله ممدود والصلاة على حماد خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على محمد خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود في رجب كم عجائب كم مواهب وكم جود كم مواهب وكم جود عرج المصطفى به خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الصلاة على حماد خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول
أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى برز الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب دور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مولة بكمال البشارة. وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بذل الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من علف الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والدهور صلى الله عليه. قدر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أموت وأحيا على حبكم وذل
إليكم دوام وراحت روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي برسول الله والبداوي ورجال
صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب ووضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحقكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حاضرك رسول الله بكرم رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد. صلى الله عليه. سلام عليك يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. سلام عليك
إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي الله جد وبلغ كل ما تصاب نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهجا سبيلك به نسعد ونرشد ربي شرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا
الحسين مرحبا مرحبا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ظرفه إلى السماء معلنا بذلك الرفيع أنه شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادتي وقبري بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرا. تولت ذلك بشرف عند الله أيدي الكثرى. وما بروجه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاع رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وأرجعت فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فجمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأشبر عن ذلك عني ثم عاودتني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بدعثه الله فكنت من أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه. وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه يخشى على ختام من تكلم حال الآذان أو أساء مسلما أو عق أصلا أو تعاطى خمرا أو استخف في الصلاة أمرا. Ada 5 orang yang dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah.
sempurna-sempurnanya nikmat adalah tamamun ni'mah al-mautu ala husnil khatimah. Ketika seseorang selalu memohon kepada Tuhannya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, maka membuat setan dan bala tentaranya menjadi hancur remuk berkeping-keping karena putus asa daripada manusia untuk merayu daripada manusia, karena manusia tersebut meminta sesuatu yang paling utama, yakni husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama katakan oleh syair, yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asaa muslima aw aqqa aslan aw ta'atta khamra aw istakhafa fi salati amra. Man takallama halal adzan, yang pertama orang yang berbicara ketika mendengarkan kumandang adzan. Ini biasa omong tepan adzan ini cak biasa aki. Gak resul khotimah nih. Ngeding adzan ampu stop cak omong. Walaupun hatta omong di ulama masalah biar yang sepo ampu gelo. Karena orang yang saya omong ketika mendengarkan suara adzan yukhsha ala khitam kebatiraki sayyidina tak iba Islam. Bener ini kata menjawab adzan nih. Makan gula bak nyocot memberi adzan dengan nang ngedi ngaki ampu. Taib. Au asa muslimah, yang kedua orang yang berbuat jelek kepada sesama muslim. Tusan rajin nih. Mengecewakan aten reng Islam, mata kerjet, mata kede aten reng Islam. Nekatu sanah dikhawatirkan mati nasuul khatimah. Mun tak bisa bagus, mun tak bisa membantu, minimal jangan berbuat baik, jangan berbuat buruk. Kalau kita tidak mampu membantu, jangan membuat mereka dari itu madarat, semakin susah, semakin payah dengan keberadaan kita. Mun tak bisa bantu, minimal cak ganggu ke orang, cukup pula. Au asa muslimah. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba ke dalam surga nikah bukan karena amal yang begitu besar, terkadang karena sesuatu hal yang kecil tetapi membahayakan kepada umat Islam, dia singkirkan. Beda pako, beda sesuatu yang membahayakan kala tocuna takok itu orang Islam. Ini kan bisa mengakibatkan, bisa menyebabkan orang ini masuk dalam surga. Tapi sebaliknya, berbuat jelek kepada umat Islam, sekecil apapun perbuatan kudu sampean tapi merugikan umat Islam, wallahi setetes dari darah mata Kanjeng Nabi, wallahi Kanjeng Nabi tak terima. Secap-cap setetes yang diteteskan daripada umat Nabi, siapa keluar darah dari badan Kanjeng Nabi dengan cara melukai, membunuh, mengebom atau dengan cara yang lain, demi Allah Rasulullah aku paling tak terima mon ummatas mengalir setetes darah pun Kanjeng Nabi tak terima. Kanjeng Nabi tak bakal omes, tak bakal beri pertolongan de orang seberbuat buruk de umat is. Kanjeng Nabi paling cinta ke umat. Makanya saya fatabal ini ke ruhama, atene kebeles tak bengis ke orang. Atene keneser ke orang, beles ke orang, tak tegaan ke orang. Raqiqul gulub, atena lembut, atena ketipis, tak kasar. Ini kata orang yang selalu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Au asa muslimah, dosa yang besar dan menyebabkan sul khatimah. Yang kedua adalah berbuat buruk kepada umat Islam. Hati-hati. Cek sampai ngal-bengal merugikan umat Islam. Cek sampai nyuba aki, makin saya terjadi media-media sosial menjatuhkan para ulama. Saya cacat benekung nangkung, ya saya pebekal bahkan tu sanah orang saya mekecewa de umat Islam, de aten orang Islam lebih raja tenembang tusan merubuh Ka'bah. Kita tahu bagaimana dosa besar daripada orang yang menghancurkan Ka'bah. Yakin 100% seluruh umat Islam akan mengecam, akan mengutuk keras perbuatan tersebut. Tahukah Anda yang lebih besar daripada itu? Mengecewakan hati umat Islam, melukai hati daripada umat Islam, jauh dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah.
Ketiga, awaqqa aslan, bengal kering tua. Ilmu sampean nyondul langi, amal sampean ngak tase, tapi sampean bengal kering tua, awaqqa aslan, berani menghardik, nyentak kering tua, wallahi ada manfaatnya, ada nilai yang sampean pun ya dan Gusti Allah. Pasteh suul khotimah aja pasti bisa. Sandi kering tua, sampai mata kerja kering tua. Mun sampean tak bisa seneng, tak bisa bunga minimal jak mesompak. Wis kula tak ngurus lakon sampean. Ahli mabuk, ahli ruwa, ahli rias hitung saya bentah. Kering tua pemapan. Jak sampean jenengan mata kedek mata kerja kering tua. Karena kata sana yukhsha ala khitami yukhsha alal khitam, orang ini dikhawatirkan mati nasul khotimah mun bengal kering sepoduan khusus sedang ngode seki bedereng tua pesabar patalaten jaga aja sekecek sapan orang ibuun reng tuana ibu titi raja, maka insyaallah sekapin manosane kebekal khidmah ke sampean ngelatih sampean. Tapi mohon ibu lagi pembantu, ibu negabai rosoro, maka sekala neka orang yang bakal ancur, baik dunia atau akhir. Tapi sepetong ben anak turun tak kira mapan. Walayatubillah. Aku aslan. Si nomor 4, au ta'ata khomro, meminum khomer. Khomer ni ke sesuatu saya menutup da akal. Makanya yang bini saya pakai kerudung ni kenyaman khumur. Yang menutup daripada kepala yang dipakai perempuan nikah nyaman khumur atau kerudung. Kalau jilbab beda, jilbab nikah saya bisa menutup separuh badan atau niqab cadar nikah nyaman jilbab. Tapi saya pakai untuk menutup kepala nikah nyaman khumur. Makanya khomer ekocak khomer karena bisa menutup ke akal tertutup. Khomer apa Ustaz? Terserah, mau benda cair mau benda padat. Orang si mati kita atau pangka akal neka bisa nutup daripada akal tak tuli atau bet mohon mati sul khotimah benain mainan khomer neka Ustaz cerita aki neng irsyadul ibad neka babu syaribul khamr beda orang soleh terkenal ahli ibadah ahli dan datang dalam mempena guruna santre sesoleh se juara wa se meraih macam-macam pona mate guruna mempe ma fa'alallahu bik, apa yang telah diperbuat oleh Allah kepada kamu mendapatkan pahala apa, balasan apa, ganjaran apa yang diberikan oleh Allah. Jawaban orang yang sesoleh kala kau letak nemu kenikmatan mulai dari alam kubur tak mangki nyaman tak mangki senang. Kan ahli ibadah, ahli taat, ahli ibadah engki keng situng dusah sedan kaula ni ket neka kula ngenom sebulan sekalian kaulan di penyakit, saya punya penyakit dan penyakit saya tidak bisa sembuh kecuali minum khomer, hanya sekecil seteguk atau seloki daripada khomer untuk litadawi, untuk berobat. Hanya untuk berobat yang tujuan dengan bagaimana keadaan orang yang minum khomer dengan sengaja. Kalau keadaan orang yang sakit mencari obat kesembuhan saja disiksa oleh Allah, tidak diberikan kenikmatan walaupun ahli ibadah, saran yang kitab Irsyadul Ibad berdenika. Bagaimana keadaan orang yang dengan sengaja dia meneguk khomer? Orang semateh mudammin alal mudamminul khamr terus menerus khomer kita tobat maten sul khotimah. Si nomor 5 awis takhaffa fis salati amro, menganggap enteng salat bener tak salat, menganggap enteng salat. Kalau orang yang menganggap ke pasar kalak sakobre sepenting salat berjamaah, awis takhaffa fis salati amro, orang yang menganggap enteng perkara solat kewajiban daripada solat. Wailun lil musallin,
alladzina hum an salatihim sahun sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Wailun, celaka, lil musallin, orang yang sholat, orang yang sholat celaka, an sholatihim sahun, dari sholatnya dia lupa, sopu setengah sanga, langganan, orang nggak nikah, wailun, celaka, aduh udah pada celaka nggak tak sholat Ustaz, ditambah taruh karuan sampean, coran-coran, yang corongku, menganggap enteng sholat ngacak. Al-Imam Hasan Al-Basri belum mengatakan kullu sholatin la yahduru fihal galbu fahiya ilal ugubati asra'u. Setiap sholat yang hatinya tidak hadir, hatinya tak khusyuk, fahiya ilal ugubati asra'u, maka orang yang sholat seperti ini akan lebih cepat mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ihtihza ke Gusti Allah, ngenyek ke Gusti Allah nih. Usaha kualitas ongke boleh ongke, dari aduk tak bisa engak, dari awal sampai akhir tak bisa engak, minimal beberapa tempat saya harus khusyuk, malah bernilai salat kula panjenengan ing ngarsanipun Allah Subhanahu. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Apa kata ulama? Kalau seandainya Allah Ta'ala berfirman menggunakan lafaz fi, wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim, celaka orang yang sholat lupa di dalam sholatnya, celaka kabir Pak, celaka kabir ya, ada banyak saya kelupai sholat ya. Allahu Akbar, letahiyat akhir 4 rakaat jaga boleh nganggu rakaat kedua. Ontong Gusti Allah ada wailul lil musallin alladzina hum an salatihim benefi salatihim, celaka orang saat salat lopah dari salat bene dalam salat ta mon dalam salat celaka kabir ya, ada sebener kecuali orang-orang yang semapan salat ta ki belas Gusti Allah Subhanahu. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Apa kata ulama? Kalau seandainya Nabi tidak sayang kepada kita, maka Nabi tidak menggunakan lafaz ra'aitumu. Shallu kama usolli. Tidak pakai lafaz ra'aitumuni. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Aneka karena berlesa Kanjeng Nabi. Umpama ada ra'aitumuni, shallu kama usolli, abejeng kakek kata tang bejeng. Siapa sih bisa niru bejeng Kanjeng Nabi? Siapa sih bisa nero bojeng Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi sampai bere betis, sampai tok atau sampai bere? Sallallahu alaihi wasallam. Karena ki belas Kanjeng Nabi, sallu kama usolli kama raaitumuni usolli. Cek yang saking tak belas, sallu kama usolli. Bojeng kaki persis bitang bojeng. Malaikat pun tak mampu. Senero ibadah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awliya, sayyidul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. 6 nikah, 5 orang nikah. Saya kebetaraki orang nikah sul khatimah. Yukhsha ala khitami man takallama halal adani aw adaa muslima aw aqqa aslan aw ta'atta khamra aw istakhafa fi salati amra. 5 orang nikah, hati-hati. Tak ngerikan adzan, tak jawab adzan. Nomor 2, biasa berbuat cuba di orang Islam. Nomor 3, bengal ke orang tua. Nomor 4, ngenom khomer. Nomor 5, menganggap enteng sholat 5 waktu. Maka orang nikah kemungkinan besar sul khotimah. Mulai sul khotimah, walayatubillah pasti neraka. Kehilangan Kanjeng Nabi. Tak kira nemu nyaman pun mulai kehilangan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, matur muga selamat kula panjenengan jawaki dari khomer ben bentuk-bentuk khomer. Itadaki orang se ahli abek teh kering sepo, itadaki orang se ahli ngelakonin salat 5 waktu bisa bantu sesama umat Islam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتحشاها منه الفيوضات الهامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحاصص بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأمد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تفضلنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحاركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونسي على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
bisiril Fatihah.